بيبدأ الفيلم سنة 1963 في مشهد قديم في المكسيك، وبيكون في عالم آثار اكتشف صندوق غريب وحواليه جماجم كتير، والعالم ده بيكون اسمه أرثر. وفي مشهد تاني في الوقت الحالي بنشوف بنت قاعدة في سكن البنات وبتكون خايفة ومرعوبة، فبتتصل على أبوها وفجأة بيرد عليها صوت غريب وبيقول لها إن أبوها مش موجود دلوقتي. فبتفضل البنت تتكلم مع الشخص ده عن الأحلام الغريبة اللي بتشوفها، وبتقوله إن هي بتشوف الأحلام دي من ساعة ما وصلت هنا. وفجأة بتشوف آثار أقدام شخص غريب على الأرض، وبتحس إن في حاجة مش طبيعية وكان في حد بيتحرك حواليها. فبتروح ناحية الصوت وبتشوف نفس الصندوق اللي كان في الفيديو من شوية، ومرة واحدة بيظهر شخص من وراها وبيسحبها. وبعدها بنروح لبنت اسمها أمبر، والبنت دي بتكون مهاجرة غير شرعية من المكسيك، وبتكون قررت تهاجر لأمريكا بعد ما والدتها توفت. وبتوصل هنا للفندق اللي هي عايشة فيه، وموظف الاستقبال بيطلب منها بطاقة الهوية بتاعتها، وده لأنها مقيمة بقالها فترة وهو محتاج البطاقة علشان يجدد إقامتها في الفندق. فبتتوتر أمبر لأن هي مش عايزة حد يعرف إن هي من المكسيك، لأن هما ممكن يطردوها من البلد. وبعدها بتروح أمبر لشغلها في المصنع، وبيكون مصنع ملابس، وبالصدفة بتشوف إعلان لسكن بنات متعلق على الحيطة، والغريب إن الإيجار كان سعره منخفض جدا. فبتاخد الإعلان ده وبتروح لمحل السكن، وبيستقبلها رد صاحب السكن وبيقول لها إن مفيش غيرها في السكن، هي وبنت اسمها فيريا، وبيقول لها إن البنت دي مش بتعرف تتكلم إنجليزي كويس. ولما بتدخل أمبر الأوضة بتتفاجئ إن العفش قديم جدا وكان شكله وحش، وريد بيقول لها إن هو هيجدد الأوضة أول ما يبقى معاه فلوس، وبيعرفها كمان إن التدخين ممنوع جوه الأوضة. ولما بيسألها عن جنسيتها بتقوله إن هي من جنوب أمريكا، وبيطلب منها الإيجار مقدم شهر، وهنا مش بتوافق لأن معهاش فلوس لسه. وساعتها بيهددها ريد إن هو هيطردها لو ما دفعتش، وبتضطر تدفع له كل اللي معاها علشان ما يطردهاش. وبالليل وهي قاعدة في أوضتها بتسمع رسالة صوتية مسجلة من والدتها، وكانت بتقول لها إن هي مريضة جدا وبتطلب منها ما تسيبهاش لوحدها في المستشفى. وأمبر هنا بتكون مفتقدة والدتها جدا لأن هي اتبهدلت جدا من بعد موتها. وفجأة بتسمع صوت غريب فبتروح تشوف مصدره ايه، وبتلاقي فيريا منهارة من العياط في أوضتها وبتكلم نفسها. وأمبر هنا مش بتحط في دماغها وبتروح تنام، وبتفتكر ذكرياتها مع والدتها. والغريب ان هي ابتدت تحس بإيد والدتها على شعرها، وطبعا بتتخض جدا. وتاني يوم بتنزل أمبر على شغلها وهي مستعجلة، ومن غير قصدها بتخبط في فيريا، فبتعتذر لها بسرعة وبتحاول تفتح معاها كلام، وبتقول لها ان ريد قال لها ان مفيش غيرهم هما الاتنين في السكن. فبتبص لها فيريا وبتقول لها ان هو كذاب، وده لان هما مش لوحدهم هنا. وبعدها بتسيبها وبتمشي. وبتوصل هنا أمبر على شغلها وبتفضل تفكر في كل الأحداث اللي بتحصل، وتركيزها بيتشتت وبتتلخبط في الشغل. فمديرها بيزعق لها علشان تركز، فبتعتذر له أمبر وبتقول له ان الغلطة دي مش هتتكرر مرة تانية. وفي وقت الاستراحة بتروح أمبر تتكلم مع صاحبتها كينز، وأمبر بتسألها عملت ايه في موضوع بطاقة الهوية المزورة. فكينز بتقول لها سعر البطاقة غالي جدا لأن الشخص اللي هيعمل لها البطاقة طالب مبلغ كبير. فكينز بتسألها هي ليه أصلا عايزة تعمل بطاقة مزورة وتكتب إن هي من سكان تكساس الأصليين. فبتقول لها لأنها مكانتها الاجتماعية هتكون أعلى وسط الناس، وكمان علشان عندها كام مقابلة شغل مهمة يوم الجمعة، وأكيد طبعا هيرفضوها لما يعرفوا إن هي مش أمريكية. وبعد الشغل بتروح أمبر تتعشى مع قريبها بيتو، وبتعرف إن هو متجوز ست أمريكية، ولكن واضح عليها إنها مش بتحب أمبر وبتعاملها بطريقة غريبة. فبيتو بيطمن أمبر وبيطلب منها ما تقلقش من مقابلة يوم الجمعة لأنه مرتب كل حاجة. ولما بتروح أمبر البيت بتسمع صوت دوشة جاي من عند القبو، فبتروح عند الباب علشان تشوف الصوت ده جاي منين بالظبط، وبتلاقي آثار ضوافر على الباب. وفي اللحظة دي ريد بيشوفها وبيقول لها إن المكان ده محظور على السكان، وبيطلب منها ما تجيش عند القبو تاني. فبتعتذر له أمبر وهي مكسوفة، وبتطلب منه يرجع لها مقدم الشهر، لكنه بيقول لها إنه للأسف صرف الفلوس على تجديد السكن. وبتروح أمبر أوضتها وبتسمع صوت جاي من أوضة فيريا، فبتروح لها ولكنها مش بتلاقيها جوه. وبعدها بنشوف أمبر وهي بتحلم بأمها وبتكلمها عن صندوق معين، فبتقوم أمبر مخضوضة من النوم. وبعدها بتروح لشغلها وبتطلب من صاحب المصنع فلوس سلف، لكنه بيرفض طلبها وبيقول لها ان هو ممكن يساعدها بطريقة تانية ويخليها تشتغل في قسم التغليف. فبتضطر توافق على طلبه وبتروح تغلف البضاعة، وفجأة بتحس ان في حد بيحط ايده على كتفها، فبتتخض وبتلف بسرعة ولكنها مش بتلاقي حد. وبالليل بعد الشغل بتروح تقابل كينسي
وبتسألها هي ليه مهتمية قوي بحوار بطاقة الهوية، وبتقول لها ان بيتو جايب لها وظيفة محترمة ومن شروط الوظيفة دي انها تكون امريكية، وللأسف هي كسبت وفهمته ان هي معاها الجنسية الامريكية، وطبعا لو بيتو كشف كذبتها مش هيساعدها تاني. فكنسي هنا بتقرر تساعدها وبتطلب منها تدفع الفلوس اللي تقدر عليها وهي هتكمل الباقي من معاها وهتطلع لها البطاقة بتاعتها. فبتفرح امبر جدا وبتشكرها وبتديها كل الفلوس اللي معاها، وبترجع امبر بالليل للسكن، وفي الطريق بتحس ان في حركة غريبة وراها، ولما بتلف مش بتلاقي حد، فبتكمل ماشية لحد لما بتوصل للسكن. لكن هنا بنشوف شخص غريب كان بيراقبها من بعيد، واول ما امبر بتوصل بتسمع صوت دوشة غريبة، وفجأة الصوت بيختفي مرة واحدة. ولما بتروح امبر للمطبخ بتلاقي بنتين جداد في السكن وبيكون اسمهم بيترا وماريا، وبيعرضوا عليها تشرب معاهم وما بترضاش تشرب معاهم، وبتقول لهم ان هي شربت كتير النهارده. وبعد شويه ريد بيجي يقف معاهم وبيقول لهم ان اوضهم بقت جاهزه. وبعد ما بيطلعوا امبر بتعرف ريد ان هي شافت شخص غريب معاهم في السكن، وريد بيقول لها ما تقلقش لان ده اخوه وهو شخص مريض ومش بيتعامل مع الناس اصلا. وتاني يوم بتتصل امبر على كينسي لكنها مش بترد عليها، فبتروح تسأل المدير لو شاف كينسي النهارده، لكنها بتتفاجئ لما بيقولها ان كينسي بعتت له رسالة وقالت له ان هي استقالت من الشغل. وامبر بتفهم هنا ان هي اتنصب عليها، فبترجع امبر للبيت وبتدخل تستحمى، وفجأة بتشوف شبح بنت بتطلب منها المساعدة. وبعد شوية البنت دي بتختفي، فبتخرج امبر بسرعة من الحمام وهي مخضوضة، وبتلاقي رد في وشها وبتسأله عن مكان فيريا، فبيقول لها ان هي سابت السكن من كام يوم، وبيقول لها ان هو كمان ممكن يديها فلوسها بكرة لان ظروفه المادية اتحسنت، وكمان البنات الجديدة اللي وصلوا السكن دفعوا الايجار. وبتروح امبر علشان تنام لكنها بتلاقي اصوات غريبة ومرعبة حواليها، وبتلاقي ستات شكلها غريب بيظهروا قدامها وبيقولوا لها ان الوقت قرب وان هم عايزين يجهزوها، وفجأة بيختفوا. وبتهرب امبر بسرعة من الأوضة لحد ما بتوصل عند القبو، وبتشوف قدامها بنت بتعيط، وفجأة البنت دي بتتسحب للقبو. فبترجع امبر اوضتها بسرعة وبتلم هدومها وبترن على بيتو وبتطلب منه يجي ياخدها حالا، وبتعترف له هنا ان هي مهاجرة غير شرعية ومش امريكية، واضطرت ان هي تكذب عليه لانها محتاجة الشغل، لكنه بيقول لها ان هو مسافر بره المدينة وللاسف مش هيقدر يساعدها في الوقت الحالي. فبتروح امبر تخبط على اوضة ريد علشان تاخد فلوسها، فاخوه بيكري بيفتح لها وبيقول لها ان هو مش موجود، وبيتعامل معاها بطريقة غريبة جدا وبيقفل الباب في وشها. وبتنزل امبر تركب المترو وبتشوف هلاوس غريبة عن شبح امها، وبتخاف جدا وبتحس ان هي بدأت تهلوس. وبتوصل على مطعم وبتقابل ريد هناك وبيعرفها ان هو ساب فلوسها في السكن، وبيقول لها ان هو اتخانق مع اخوه لانه ما كانش عايز يرجع لها فلوسها. وبنلاحظ هنا اثار دم على وش ريد وكان واضح عليه ان اخوه كان بيضربه، وريد بيطلب منها تيجي معاه للسكن علشان يديها فلوسها، وطبعا بتضطر ان هي توافق. وبعد شوية بيوصلوا للسكن وريد بيطلب منها تروح اوضتها وهتلاقي الفلوس، ولما بتدخل اوضتها مش بتلاقي اي حاجة جوه، فبتفهم هنا ان هو خدعها. ولما بتحاول تمشي بيمنعها ريد وبيعرفها ان بكري اخوه محتاجها لان هو مريض جدا وده علاجه الوحيد. وبعد شوية بيجي اخوه بيفتح لها بقها بالعافية وبيشربها خمرة وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيجي ماريا وبترا وبيدخلوا اوضتها وبيتكلموا معاها، والغريب ان هما التلاتة كانوا بيحلموا بنفس الاحلام دي وبيشوفوا نفس الصندوق الغريب ده، فبيخططوا ان هما يهربوا مع بعض لما الاخين يناموا. فبتنام امبر غصب عنها من كتر التعب وبتحلم بكوابيس مرعبة وبتصحى على صوت صريخ البنتين، وبتلاقي هنا ريد وبكري بيسحبوهم لبره وبكري بيضربها وبيوقعها على الارض. وفي نفس اللحظة دي بيوصل بيتو على السكن وبيخبط على الباب، فبينزل ريد يفتح له وبيقوله ان امبر مش موجودة، لكن بيتو هنا بيشوف الجاكيت بتاعها على الارض، وفجأة بيتو بيسمع صريخ امبر وبيلاقيها بتستنجد بيه من فوق. فبسرعة بيتو بيقتحم السكن لحد ما بيوصل لأوضتها، ولما بيحاول يفتح الباب بيفضل بكري يضرب فيه لحد ما بيقتله، وبيطلب من ريد يروح يجهز البنات لان الوقت قرب. وبنعرف هنا ان ريد وبكري كانوا بيجذبوا البنات للسكن علشان يستخدموهم في طقوس التضحية ويقدموهم قربان للوحش اللي جوه الصندوق. وبعد شوية بيروح بكري وبياخد بنت من البنات للقبو وبيقرب منها وبيحط تراب على وشها، وبيقول لها ان والده عامل الآثار أرثر لقى الصندوق ده زمان، وبعد ما لقاه بدأ يجيب الستات ويقتلهم ويقدمهم قربان للوحش ده. وبنعرف ان اي حد بيقدم أضحية للصندوق ده بيخف من اي مرض، وعلشان بكري مريض وما كانش معاه كمان فلوس للعلاج قرر يقدم الضحية للصندوق.
وفعلا حالته بدأت تتحسن، وبعدها بيشيلها على كتفه وبينزل بيها للقبو، وبتشوف أمبر كل أشباح الستات اللي ماتوا هنا، وبتشوف أمبر صاحبتها وهي بتتسحب في الأرض من غير راس. وبعدها بيكري بيربطها في السرير وبيفتح الصندوق وبيربطها بره الأوضة، وبيروح يجهز البنت الأخيرة. وبتفضل أمبر تشوف هلاوس غريبة وبتتخيل إن بيتو لسه عايش وجه أنقذها. وفي اللحظة دي بيطلع الوحش من الصندوق علشان ياخد راس أمبر، وكل ده وأمبر نايمة وبتحلم بوالدتها. وفجأة أمبر بتخنق في أمها اللي بتكون اتقلبت كائن شرير لحد ما بتموتها. وبتفوق أمبر من الكابوس ده وبتلاقي الوحش اختفى، والسبب في ده إن الوحش بيظهر لها في صورة شخص كانت عارفاه، لكنها قاومت مخاوفها في الحلم واتخلصت منه. وبتطلع أمبر للدور اللي فوق وبتجيب عصاية وبتضرب ريد لحد ما بيقع في الأرض، وبيجي أخوه بيضربها وكمان بيكسر رجلها وبيقرب منها علشان يقتلها، لكن هنا بترا بتنقذها وبتبعده عنها. وللأسف بيكري بيشيل بترا وبيحدفها من فوق السلم وبتموت. وبيروح يسحب أمبر لكنها بتمسك قطعة إزاز من الأرض وبتدافع عن نفسها، وبتقوم تاني وبتفضل تضربه بالعصاية لحد ما بيموت. والوحش بيخرج وبيقطع راس ريد، وبتخرج بعدها أمبر من القبو وهي مصدومة. والغريب إن الكسر اللي في رجليها اتعالج، والعروق اللي في وشها بدأت تظهر زي ريد، وبتحس بسعادة وبتفكر تكمل في الموضوع. وعلى ما أعتقد إن دي لعنة وبتصيب أي حد بيقدم قربان للصندوق ده. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.